واحدة بعد ما اتخطبت لحبيبها اللي حبته 3 سنين من عمرها، في يوم بعد الخطوبة بأسبوع بالظبط لقت رسالة جايلها على الموبايل فيها صورة محدش هتخيلها في الدنيا كلها، لا صورة خيانة ولا صورة خداع ولا صورة غش ولا صورة وحشة أو مخلة بالآداب. اللي هيعرف الصورة اللي جاتله هيتصدم صدمة بكل المقاييس. اسمعوا اللي حصل، محدش هيصدق. اللي بعت مشكلتها النهاردة بتقول: أنا في صدمة، شفت منظر بشع على تليفوني، أغمى عليا وفوقوني في المستشفى من شدة المنظر أو من المنظر اللي هي شافته. اترعبت البنت حرفيا. أهلها صحيوا الصبح ودخلوا عليها غرفة النوم بالصدفة البحتة علشان يصحوها علشان تتسحر، لقوها واقعة على الأرض والتليفون وقع جنبها ومقفول. فطبعا الأهل هنا دخلوا في صدمة، شالوا البت طلعوا بيها على المستشفى بعد محاولات ان هم يفوقوها، ولكن البنت كانت بتفوق ويغمى عليها تاني. طبعا البنت راحت المستشفى وبدأوا يعلقوا لها محاليل وبدأوا يسألوها ايه اللي حصل، مالك، فيكي ايه اللي خلاكي يغمى عليكي. البنت فقدت النطق لمدة 4 أيام، وطبعا خطيبها كان جاي المستشفى لأن أهله اتصلوا بخطيبها: الحق خطيبتك فلانة بنتنا أغمى عليها فجأة، وصحينا في السحور علشان نصحيها لقيناها واقعة على الأرض ما بتتحركش. وطبعا محدش فاهم فيه ايه ولا الوضع فيه ايه. البنت فضلت 4 أيام في المستشفى. البنت جالها حالة خرس، من بعدها أغمى عليها وتفوق يغمى عليها والبنت مش مصدقة. طبعا بعد محاولات شديدة والدكتور قال دي اتعرضت لصدمة عصبية، أخدوها وطلعوا بيها على البيت. وبعد ما طلعوا على البيت بدأوا يتكلموا معاها، والدكتور قال حاولوا تتكلموا معاها، حاولوا تفهموا يعني ايه اللي حصل، حاولوا تقربوا منها الفترة اللي جاية وكل الكلام ده. فالأم جت تاخد تليفونها علشان تشحنه على الشاحن. البنت رافضة رفض تام تام ان حد يمسك تليفونها ويشحنه، خلوه مفصول، انا مش عايزاه. طبعا هي ما بتتكلمش، ولكن كل اللي هي عاملاه ماسكه التليفون متبته فيه بايديها مش عايزه تسيبه. طبعا عدت الايام، ايام بسيطه جدا، وبدات البنت تعود لطبيعتها وبدات تتكلم شويه، ولكن كل ما تتكلم تنهار من العياط. حب عمرها 3 سنين، ولكن محدش هيصدق ايه اللي حصل وايه السبب لكل اللي حصل ده. البنت دي اثناء ال3 سنين وهي بتحب الشاب ده، حبها وباسم الحب عشمها، وكانت علاقتهم مع بعض قوية جدا فوق ما تتخيلوا. خروجات وفسح وكل حاجة بيعملوها سوا، وصور وذكريات وحاجات كتيرة. وصلت بينهم ان هما طبعا بعد سنين وهما مع بعض وهي واثقة فيه ان في ما بينهم عشرة كبيرة عمرها ما كانت تتوقع ان هو يخل بيها. للأسف سلمت نفسها ليه، وللأسف البنت اصلا طول فترة الخطوبة دي غير عذراء، ولكن هي تابت لربنا وقالت له انا مش هينفع خالص ان انا اعمل معاك كده تاني، وتعالى تقدم لأهلي واخطبني ونتجوز والكلام ده. فطبعا هو بناء على حبه ليها بخطبها فعلا علشان يثبت لها ان هو جد. ولكن البنت بتقول انا ما كنتش وقفت طريقتي في التعامل معاه والتجاوزات، كنت بسيبه واسمح له يعمل كل حاجة معايا، ده الشيء اللي كان مندمني على اللي حصل. طبعا البنت بتقول انا بقيت ساكتة
مش عارفة اعمل ايه ولا عارفة اتكلم مع اهلي واحكي، ولكن كل اللي كان جاي عليا يا وردة ان انا بعيط بعيط بعيط. طب يا بنت الناس احكي لنا ايه اللي حصل، فيه ايه؟ بتقول انا كنت قاعدة في يوم من الايام عادي جدا، وكنا لسه راجعين مع بعض من خروجة كويسة ومبسوطين، وكنا لسه فاطرين عند حماتي اللي هي مامته، وكل امورنا ماشية تمام. بالليل على الساعة 2:30 3 كده أنا لقيت رسالة جايالي على الموبايل على الواتساب، صورة دراع والشرايين مقطوعة، والشرايين عمالة تنزل دم على الأرض. الشخص اللي باعت الصورة باعت لها صورة وفيديو، فالبنت لما فتحت الصورة ما كانتش مستوعبة، فتحت الفيديو شافت المنظر المرعب. الشخص ده بعت لها كلمة تحت الصورة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، تشوفيه ويتردلك في أعز ما تملكي بحق الأيام اللي احنا فيها. فطبعا هي ما كانتش فاهمة حاجة ولا كانت مستوعبة، فاتصلت بالرقم، ردت عليها بنت قالت لها أنا فلانة الفلانية، أنا متجوزة فلان اللي هو خطيبها جواز عرفي، وأنا حامل منه، وهو بعد ما عرف حوار حملي رفض إن هو يعترف بيه، وقال لي أنا هبتدي حياة جديدة على نظافة مع حب عمري اللي هو انتي، وأنا دلوقتي في بطني في طفل ومش عارفة أعمل إيه، وأنا كنت هموت نفسي وأقطع شراييني لولا إن أهلي أخدوني ولحقوني على المستشفى، والصور دي اتصورت من تليفوني أثناء فتح الجرح أو أثناء لما عملت كده في نفسي عشان أهلي يثبتوا حالة في حالة إن أنا توفيت أو شيء، بس الحمد لله أنا اتلحقت. والصورة دي حضرتك كانت من 4 أيام فاتوا. ربنا ينتقم منك زي ما أخدتيه مني، وزي ما ضحكتي على عقله وأقنعتيه إن هو يسيبني وتشوفيه في أعز ما تملكي، ودعوات دعوات دعوات. طبعا البنت بتقول أنا سمعت الكلام ده من هنا وبدأت أتفرج على الفيديوهات من هنا، أنا أغمى عليا من شدة المنظر. منظر كان مرعب ومقرف جدا جدا، ومن الصدمة إني مش مصدقة أغمى عليا. البنت دلوقتي بعتة بتقول أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا في صدمة. وبعد ما قعد معايا واتكلم لاحظ إن أنا مش طايقة أكلمه، فبعدها بكام أيام كده بسيطة اتصلت بيه في التليفون وحكيت له إن أنا عرفت كل حاجة، وإنه هو لازم يصلح فعلته الشنيعة اللي عملها معايا دي، علشان أنا كده هروح في 60 داهية. وهو ازاي يعمل كده ببنات الناس؟ اكتشفت ان دي مش اول سابقة ليه، البنت فتحت لي كل ماضيه وكل اسراره، واكتشفت على مدار ال3 سنين اللي احنا كنا فيها ومتصاحبين على بعض هو اوريدي كان يعرفها وكان معشمها وكان بيعاشرها برضو معاشرة الازواج عادي جدا، وكان ليه علاقات ببنات تانية وخيانات تانية اصلا. ودي حاجة صدمتني فيه، لان انا ما حسيتش ولا جه في بالي ان هو بيعمل كل ده. امتى وازاي وفين انا معرفش، مش متخيلة. هي دلوقتي بعتة بتقول بيتصل بيا وبيقول لي ده ماضي وانتهى، واللي في بطنها ده انا مش متأكد اذا كان ابني ولا مش ابني اصلا. دي واحدة مش كويسة وعلاقاتها كتير، وبتعمل كده عشان ترمي بلاها عليا، وبتعمل كده علشان هي مش لاقيه واحد يعترف باللي في بطنها، وده والله مش ابني وانتي ظلماني وانتي هتضيعي نفسك وهتضيعيني والكلام ده كله. هي دلوقتي بعتة بتقول هل انا اكمل معاه ولا احاول انفد بجلدي واتصرف واعمل العملية وارجع انسة تاني. وطبعا بتقول انا مش متأكدة ان البنت دي فعلا متبلية عليه فعلا ولا ده حقيقة. ازاي اعرف؟ وهل اديله فرصة بالطريقة دي؟ وهل ممكن واحد يبقى في حاله
تيجي واحدة من لا شيء كده تتهمه اتهام زي ده؟ ولا فعلا دي حقيقة بتقول دلوقتي انا متوترة ومتضايقة وحاسة ان انا يعني ذهني دايما 24 ساعة شارد مش فيا ومش عارفة اعمل ايه او افكر ازاي؟ فهي بعتة تحكي اللي حصل، فهل ده بجد ولا مش بجد؟ هي عايزة تسمع رأيكم في الكومنتات.